انسي بقى طريقة الفاصوليا القديمة، هاتي بصلاية كده وطماطمايه مبشورة وحطيهم على بعض، وحطي عليهم رشة فلفل اسود كده، وقلبيهم بقى كلهم كويس جدا مع بعض. خليهم كده يتشربوا كويس قوي من بعض، يعني البصل مع الطماطم مع الفلفل الاسود مع الفاصوليا هيديها طعم خطير. انسي بقى الطريقة القديمة دي نهائي وجربي الطريقة دي، وانا متأكدة انها تعجبك. بس في الاول نسمي بالله ونصلي على الرسول، وما تنسوش بقى تعلقوا حتى لو بتم عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. هنا خلاص هسيبهم لمدة نص ساعة. بعد كده هجيب بقى حلة احط فيها شوية من الزيت بالشكل ده كده، وحتة ليا حوالي كده 50 جرام، قطعتها رفيع جدا زي ما انت شايفة كده. هي مش هيبان لها اي اثر دلوقتي، ليه؟ لان انا مقطعاها صغننه خالص، شايفة مش هتبان خالص. لو مش بتحبيها ممكن تشيليها، ولو عادي مش هتفرق، هي كده كده هتدوب دلوقتي مع الطماطم والبصل والحاجات دي. بعد كده نزلت بصلايه كده وسط قطعتها مكعبات صغيره، ونزلت كده اديتهم تقليبه مع بعض. بعد كده بقى جبت الفاصوليا اللي انا سبتها بقى كده منقوعه شويه في الطماطم والفلفل الاسود والبصل، وبتديها طعم تحفه. عايزه اقول لك العيال هياكلوها ومش يعني مش هيقولك لا مش عايزين فاصوليا دي تاني، هيطلبوها منك على طول. هتنزليها زي ما هي كده في الحله، وتبتدي بقى تقلبيهم وتديهم تشويحه حلوه. بعد كده على طول بقى هتجيبي عصير طماطم، بس لسه هنشوحها، لان اهم حاجه ان انت تشوحيها كده على نار هاديه بقى، مش تعلي النار عليها عشان ما تتلسعش منك. بعد كده لتر من عصير الطماطم هتنزلي بيه كده على الحله. لقيت الصلصه بتاعتي طبعا دي متسبكه، وكنت منزله لكم الفيديو قبل كده، فلو حابين ترجعوا لصلصه الطماطم هتلاقوه في الصفحه. حطيت لها كوبايه كمان من الميه عشان الصلصه اللي معايا متسبكه وهي لسه الفاصوليا هتستوي. بعد كده بقى هنحط لها توابل بسيطة جدا سهلة كده، يعني مش بهارات اصلا كتير، هو ملح وشوية من الفلفل الاسود ومعلقة كده من الصلصة. والصلصة دي اختياري، لو مش عايزة تحطيها خلاص استبعديها. هقلبهم كده كويس، وبعد كده هنزل عليها بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، فلفل اسود وملح وكزبرة، وممكن تحطي رشة بابريكا لو عايزة. قلبي بقى كده وسنة سكر صغيرة علشان ما تعملش حموضة الصلصة. بالشكل ده كده شوية بابريكا، وده ملح، ودي شوية كزبرة ناشفة، وزي ما قلتلك كده حطي بقى، وده فلفل اسود، حطي بقى ذرة سكر كمان يعني حبة كده على طرف المعلقة. قلبي بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وغطيها بقى وسيبيها تستوي على نار هادية. بعد كده بقى تعملي جنبها شوية رز، وبألف هنا وشفا على قلبكم. هسيبلك تطبيق بقى مجاني بجيب افكار كلها دي من عليها، تلاقيه في اول تعليق تحت الفيديو. باي باي يا حلوين.